السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. اهلا بكم في قناتي وقناتكم قناة اسرار حياتنا، لكل المواضيع اللي بتخص الحمل والولادة. برحب بكم في كل مكان وفي اي مكان، وجودكم نورني ومشرفني. حبايب قلبي ما تنسونيش في اللايك الحلو من ايديكم. اللايك بيرفع الفيديو ويوصل لاكبر عدد من الناس، كمان دعم منك للقناة عشان استمر معاكم بنشر المزيد، وعشان كمان دعمكم مهم جدا جدا عشان استمرارية القناة. النهارده هقول لكم وصفه انا حملت بيها شخصيا، وكانت سبب في حملي، تمام، وكانت سبب كمان في حملي في ولد. فيا رب يكرمكم جميعا الذريه الصالحه ويكرم كل مشتاق يا رب العالمين. الوصفه دي انا كنت عملتها لان كان عندي التهابات قويه جدا، والالتهابات دي بتمنع الحمل. خدت جميع انواع العلاجات والمضادات الحيويه، وخدت اللبوس، وخدت حاجات كتير جدا، وكانت الالتهابات متكرره عندي، يعني بتروح وترجع تاني. فانا حابه ان انا افيدكم بالطريقه دي اللي انا عملتها، لان فعلا جابت معايا نتائج حلوه جدا، وحابه ان انا اقول لكم انا عملت ايه عشان لعلكم تستفيدوا او تعملوا الطريقه اللي انا هقولها لكم. ولو اي واحده متاخره في الحمل وعملتها ان شاء الله ربنا بيكرمها بالحمل على طول. مبدئيا كده هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يا رب العالمين. الناس اللي عايزة تتواصل معايا على صفحة أسرار حياتنا موجودة على الفيسبوك، نفس اسم القناة، اسمها أسرار حياتنا، تمام. ممكن تبعتوا لي أي رسالة فيها وإن شاء الله بإذن ربنا أرد عليكم، وتابعوا فيها مقاطع الريلز اللي بنزلها، لان بنزل لكم في الصفحه مقاطع ريلز برضو بتكون قصيره دقيقه او دقيقتين، وبقول فيها معلومات سريعه كده ان شاء الله. الصفحه اسمها اسرار حياتنا، نفس اسم القناه، وصوره بيبي صغير كده في القناه، تمام. طيب، الوصفه دي كانت سبب في حملي بعد تاخر حملي حوالي 6 شهور، تمام. هتقولوا 6 شهور ايه؟ ده حاجه بسيطه جدا، حاجه بسيطه جدا. انا معاكم، بس كان عندي مشكله. لو انا كنت ما عالجتش المشكله دي كان ممكن ما نقعدش 6 شهور، كان ممكن نقعد 6 سنين، تمام. خصوصا ان انا كنت بعالج المشكله دي بحاجه معينه، والحاجه دي ما كانتش بتجيب معايا نتيجه، اللي هي العلاجات الطبيه او الادويه والشمعيات والحاجات والمضادات الحيويه، والالتهابات دي كانت بتروح وترجع تاني، تمام. الطريقه دي انا اخدتها من مين؟ انا اخدتها من والدتي. والدتي كانت بتعملها عشان الحمل، لانها قعدت فتره طويله جدا ما كانش بيحصل معاها حمل. فالطريقه دي انا عارفاها من زمان جدا، يعني من قصه بقى كانت بتتحكالي من قبل ما اتجوز خالص، تمام. طيب، الطريقه دي عباره عن ايه؟ هقولها لكم دلوقتي، بس هقول لكم اللي حصل معايا ايه. اولا انا كان عندي التهابات متكرره، انا بحكي لكم تجربه حصلت معايا بالفعل. انا كان عندي التهابات متكرره، كل لما تروح من عندي ترجع تاني، تروح من عندي ترجع تاني. فبدأت ان انا في الوقت ده اروح للدكتور عشان اتعالج، واخد مضادات حيوية، واخد ادوية، ويعني خدت حاجات كتير جدا، وتروح من عندي وترجع تاني. فجيت انا في الوقت ده بدأت ان انا اخد علاجات، مسافة ما اخلص العلاج بعدها باسبوع ترجع لي تاني. فشكيت ان الزوج، لان ساعات بيبقى الزوج هو السبب، فشكيت ان هو السبب، تمام. ففعلا في الفتره دي كان هو عنده التهابات، فكانت بتتنقل لي عن طريق العلاقه الزوجيه، فهو تعالج، تمام. فبرضه بتتكرر معايا تاني، فكل لما اجي اعالج نفسي تتكرر معايا تاني. فعملت الوصفه دي، والله العظيم ان انا عايزه اقول لكم ان الالتهابات راحت ما رجعتش، وحملت بعدها على طول في نفس الشهر. يعني الشهر اللي انا عملت فيه الوصفه دي حملت في نفس الشهر، وكمان الالتهابات راحت من عندي ما رجعتش تاني، ما جاتليش في الحمل. مع ان انا في المفروض اصلا ان اي واحده في الحمل بتكون عرضه للالتهابات اكتر من الوقت العادي، تمام، لان تغيير طبيعه المهبل وطبيعه الرحم بتعرضك للالتهابات المهبليه اثناء الحمل، وتغيير الهرمونات اللي بيحصل في الجسم بيعرضك للالتهابات المهبليه. فطبعا الحاجات دي كلها كانت ممكن تعرضني للالتهابات المهبليه، تمام. فجيت انا في الفتره دي يا بنات، رحت عملت الوصفه بتاعه الشيح والبصله. بس عملتها ازاي بقى؟ هقول لكم عملتها ازاي. انا اولا ما كنتش عايزه اعمل لبوسه وادق البصل مع الشيح، لانها بتتعمل ازاي؟ بتجيبي بصلايه وبتشويها
وبتدقيها تنعميها جدا مع معلقتين من الشيح، تنعميهم جدا، وتجيبي شاشه او تجيبي فانيلا قديمه بيضه كده وتعمليها زي اللبوسه وتخلي لها ديل، وتقفليها وتخلي لها ديل من تحت، تكوريها كده كره صغيره وتخلي لها ديل من تحت، وتحطيها في منطقه المهبل معاكي طول النهار او بالليل وانتي نايمه، وتشيليها بعد حوالي 6 ساعات. تمام. لو في التهابات بقى بتلاقي ميه كتير نزلت عليكي، وبتلاقي ان فعلا في زي حرقان كده وميه كتير بتنزل وكده. لو ما فيش التهابات مش هتلاقي حاجه من دي. بتعمليها ل3 ايام بعد الطهاره من الدوره الشهريه، ولكن انا عملتها بطريقه مختلفه شويه. تمام. انا عملتها ازاي؟ انا كان عندي المبسم اللي هو بيبقى ليه بتاع من فوق كده، وبتبخي بيه كده، بتحطيه في منطقه المهبل وتبخي بيه عشان تعملي تشطيف للمنطقه من جوه. فانا رحت جايبه البصلايه بشرتها وغليتها مع حفنه او كبشه من الشيح. غليت شويه على قد كف ايدي من الشيح مع بصلايه بشرتها وغليتهم على النار. بعد ما اتغلوا على النار رحت واخداها مصفياها واخداها بالمبسم ده، وبقيت اعمل تشطيف مهبلي داخلي من غير ما اعمل اي او بسرنجه. لو عندك اي حاجه بتبداي تعملي تشطيف مهبلي داخلي وتخلي الميه تنزل تاني. عملتها 3 ايام من بعد الطهاره من الدوره، والميه يعني هي غليتها مره واحده بس، وبقيت بس ادفيها واخدها واعمل تشطيف كل يوم قبل ما انام 3 مرات بالسرنجه او بالمبسم ده، واعمل تشطيف للمكان ده. تمام. وفي ناس بتعملها على شكل البوسه، الاسهل ليكي ممكن تعمليه او اللي انت حباه. تمام. فجيت انا عملته بالطريقه دي، وبعد ما عملتها بالطريقه دي ربنا فعلا اكرمني بالحمل في نفس الشهر، في نفس الشهر ده، وجبت محمد ابني. وعايزه اقول لكم ان انا كنت في الشهر ده يعني عايزه اعالج الالتهابات، يعني مش في دماغي الحمل قوي قد ما انا كنت عايزه اعالج الالتهابات. وفعلا من بعديها ما رجعتليش تاني الالتهابات دي، وما اتكررتش معايا تاني بعديها خالص اثناء ما انا كنت حامل. بكده انا خلصت الفيديو بتاع النهارده، قلت لكم المعلومه بتاعت النهارده. يا رب اكون افدتكم، اكون ضيفه خفيفه عليكم، اكون بقدر اساعدكم واسعدكم يا احلى واغلى اخوات. ما تنسونيش من صلاح دعائكم، لايك شير اشتراك في القناه مع تفعيل الجرس. اترككم في رعايه الله واترككم في حفظ الله. دمتم بالف صحه سالمين عافيين الى ان نلتقي في فيديو قادم. ما تنسونيش في اللايك الحلو من ايديكم، اللايك بيرفع الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس، كمان هو دعم منك للقناه. ولو اي حد محتاج المعلومه دي ما تبخليش عليه بالفيديو، ان انت تشيري الفيديو ده لاي حد محتاج المعلومه دي. اسيبكم في رعايه الله واسيبكم في حفظ الله. دمتم بالف صحه سالمين عافيين، والسلام عليكم. اسيبكم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.